في حين خذلهم العالم وتخلى عنهم القريب والبعيد وسط المجازر والمجاعات والرعب، في حصار خنقهم ماديا ومعنويا، كانت هناك امرأة واحدة، أم البراء. من بلاد الغربة مدت يدها لا تحمل سلاحا بل تحمل الخير. بنت جسورا من الرحمة بين العالم وغزة، أطعمت الجائع وسقت العطشان، نصبت الخيام، حفرت الآبار، وزعت الكساء على الأجساد المرتجفة من برد الحرب والخوف. بينما تقف دول العالم على الحياد ويكتفي البعض بالتصريحات، كانت أم البراء هناك تعمل بصمت وتضيء المكان. أنا بشكر الأخت أم البراء على هذه الوجبة، والله العظيم إحنا ما بنقدر نشتريها هذه الوجبة، وكتر ألف خيرها وهي والمتبرعين معاها. أشكرهم شكر جزيل جزيل جدا جدا، لأن احنا ناجحين ومفيش عندنا بديل عن الجمعية. في زمن غاب فيه الضمير حضرت أم البراء بضمير أمه، في وقت جفت فيه العطاءات تفجرت ينابيع من عطائها. وجزاك الله كل خير على الخضرة، احنا والله مشتهيينها مش لاقيينها. شكرا لأم البراء على هذه الماء وبارك الله فيك. شكرا لأم البراء. شكرا جمعية أم البراء، والله يعطيكم طيرضيكم، كل من فقدنا الله يعطيه طيرضيه. لأم البراء ولكل من دعمها تحية من قلوب لم تجد ما تسد به جوعها، فوجدت يدا يمنية تطرق أبوابها كل صباح. غزة من بين الركام نسجت قصة اسمها أم البراء.